اتصل المبتدا ضمير يعود على الخبر تعتبر صفة. رواسية هذا نكرة. حكمه نكري. فقلنا بدأ المدرس شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم طلاب الاعزاء السادس العلمي والادبي، الخامس العلمي والادبي. معي انا الاستاذ مازن الهلالي مدرس اللغه العربيه للصف السادس الاعدادي. حلو بالموضوع طلاب انه هذا الموضوع موجود وين؟ بالسادس الاعدادي. طبعا هذا الموضوع اللي هو قبل الاخير بكتابنا الجزء الثاني من كتاب الخامس الاعدادي للعلمي والادبي. طلاب الاعزاء هذا الموضوع انواع ما جدا مهم، وهذا موجود وين؟ موجود بالسادس، لذلك انا راح اشرح لك انا بالتفصيل. طبعا راح احتاج اكثر من محاضره حتى اشرح لك بهذا الموضوع. قبل لا نبلش راح احكي لك نكته ما تضحك ولا تساعد على الضحك. انصحك تقدم الفيديو، مجرد حموضه زايده لا اكثر. اكو استكان يعني واحد قال للثاني امشي نروح للقهوه، فالثاني قال له ما بي هيل. نعم زين طلاب، قبل لا نبلش بشرح الموضوع ضروري تشترك بقناه التليجرام، موجود الرابط مالتها بالوصف وبالتعليق المثبت، لان هاي القناه اتابعك بها للسادس الاعدادي. نبلش بسم الله. طلابي الاعزاء، ما في اللغه العربيه بها هوايه انواع. اختصارا للموضوع مبدئيا حيجيك سؤال يقول لك ما نوع ما، ينطيك جمل او جمله بها ما، يقول لك شنو نوع ما، فتعال خلينا ندرسهم بالتفصيل. مبدئيا طلاب ما بيها نوعين، فيها نوعان رئيسان، ما تكون على نوعين رئيسين، مرة تجيك نافية ومرة تجيك غير نافية. شنو يعني نافية؟ النفي هو عكس الإثبات، يعني مثلا أقول ما نجح زيد، هذا يسمونه نفي هنا، يعني زيد ما نجح، يعني زيد رسب، عكس الإثبات. ومرة تجيني غير نافية. شنو غير نافية؟ يعني ما تفيد معنى النفي هذا اللي عكس الإثبات. يعني مثلا أقول لك ما بيدك، ما بيدك، دا أسألك هنا، أصلا هاي هنا استفهامية، هاي هنا الماء يصيح لها أداة سؤال، فهاي شنو هاي الماء؟ غير نافية. إذا اللي افتهمناه أنه نوبات الماء تجي نافية يعني عكس الإثبات، ونوبات ما تفيد معنى النفي يصيح لها غير نافية. فما النافية يا طلاب بها 3 أنواع، وما غير النافية بها 9 أنواع. تعال خلينا ندرسهم بالتفصيل. حنبلش أول شيء بما النافية. بسم الله. أولا ما النافية كم نوع بها؟ قلنا بها 3. مرة تجيني، مرة يسمونها ما نافية غير عاملة، ومرة يسمونها ما نافية عاملة، أو يسمونها ما الحجازية، هي نفس النوع، ومرة يسمونها المهملة. خلينا ندرسهم بالتفصيل. أنواع ما النافية. أولا ما النافية غير العاملة. إيش وقت أقول على ما النافية غير عاملة؟ هي التي تفيد النفي، أوكي، هي هنا لازم تفيد النفي لأن هاي ما شنو نافية. زين شلون أعرف أنه هاي الما نافية غير عاملة؟ تدخل على الفعل الماضي أو المضارع، كل السهلة. يعني أنت تلقى ما، وهاي الما شو تكون؟ نافية، يعني بها معنى عكس الإثبات، ووراها ايش تلقى؟ فعل ماضي او فعل مضارع. قبل حتقول له على هاي الما نافية غير عاملة. لاحظ هنا ما نجح زيد، شوف هي هنا اول شيء ما نافية، صح لو مو صح؟ نافية. زين نجح شنو هذا؟ فعل ماض. اذا شنو هاي الما نوعها؟ نافية غير عاملة. لاحظ هنا ما ينجح المهمل، هاي الما شنو وراها؟ وراها فعل مضارع. اذا شنو نوعها؟ نافية غير عاملة. دا تفهم علي يا قلبي؟ كل السهلة، بس تشوف ما نافية وراها فعل ماضي او مضارع
قبل حتقول لها هاي نوعها نافية غير عاملة. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هاي الماء شنو وراها؟ هذا ظلمناهم فعل ماض، إذن هاي الماء شنو نوعها؟ نافية غير عاملة. ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف هاي الماء نافية، زين شنو وراها؟ فعل مضارع، إذن هاي الماء نافية غير عاملة. هسه طالب يقول لي أنا ما ميز بين الفعل الماضي والمضارع. هاي شنو هاي؟ فعل مضارع خلي له سوف أو سين يقبلها. شوف هسه يأكلون، سوف يأكلون يرهم المعنى، هذا مضارع. ينجح، سوف ينجح، هذا مضارع. الماضي من تخلي قبله السين أو سوف ما يقبلها. شوف سنجح أو سوف نجح ما يرهم، سظلمناهم أو سوف ظلمناهم ما يرهم. بينما هذا إذا أقول سيأكلون أو سوف يأكلون يرهم المعنى، سينجح أو سوف ينجح يرهم المعنى. إذن هاي ما نافية غير عاملة لأنها دخلت على فعل ماضي، وهنا لأنها دخلت على فعل مضارع. شلون أميز بين الماضي والمضارع؟ أخلي للفعل سوف أو سين، إذا قبلها هذا فعل مضارع، إذا ما قبلها هذا فعل ماضي. زين هسه راح نجي إلى قضية اللي هي أثرها الإعرابي. هاي الماء النافية غير العامل إذا قال لك ما أثرها الإعرابي، أنت شو تقول له؟ تقول له لا أثر لها. شنو يعني أثرها الإعرابي؟ بابا يعني هاي الماء بشنو تأثر على الفعل اللي وراها بالإعراب؟ ترفعه، تنصبه، تجزمه، ما إلها أي أثر، لذلك سموها شنو؟ نافية غير عاملة. شنو يعني غير عاملة؟ يعني ما تأثر على إعراب الفعل اللي وراها. فهذا الفعل نجح فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل، ظلمناهم فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ما له شغله الفعل، ما له شغله بما. شوف ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه ومهم الفاعل مرفوع. يأكلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. المهم انه هاي الماء من تدخل على الفعل المضارع او الماضي ما تاثر عليه بكل شيء، لذلك شو يسمونها غير عامله. فاذا سالك قال لك ما اثرها الاعرابي، قال لك ما نوع ما انت هنا، قلت له نافيه غير عامله لان شفتها داخله على فعل مضارع. زين قال لك انه ما اثرها الاعرابي، يعني بشنو اثرت على اعراب اللي وراها؟ تقول له لا اثر لها، ما اثرت عليه بشيء. اما اثرها المعنوي يعني بالمعنى سوت للجمله، هاي الماء بالمعنى من دخلت سوت للجملة، تقول له تنفي حدوث الفعل في الزمن الماضي إذا دخلت على فعل ماضي. يعني إذا وراها فعل ماضي وسألتك ما الأثر المعنوي لها، تقول لي نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي. أما إذا وراها مضارع شو تقول لي؟ تقول لي تنفي حدوث الفعل في الزمن الحاضر إذا دخلت على فعل مضارع. يعني من أقول هسه هي من دخلت على الماضي نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي، من دخلت على المضارع نفت حدوث الفعل في الزمن الحاضر، يعني الحال. شنو يعني؟ بس ركزوا وياي. شوف شباب، الفعل المضارع بزمن، بحاضر يعني حال، وبمستقبل يعني مثلا ركز وياي، ينجح محمد الآن، ينجح محمد غدا. هسه هذا اللي ينجح هذا الفعل مضارع ما دام ويا الآن هاي دالة عليه من حاضر. المضارع هنا شنو زمنه حاضر، يعني شنو حال؟ يعني معناها هسه، الجملة معناها هسه ينجح محمد. ولكن إذا أقول ينجح محمد غدا، ما دام اكو غدا هذا شنو؟ هذا مستقبل. فهذا الفعل عليه من دل عليه من على المستقبل. بس واضح عندك الفعل المضارع لو بي حاضر لو بي مستقبل، ونوبات يدل على الحاضر والمستقبل. يعني هسه هذا ينجح ما دام ويا الان صار حاضر، ينجح ما دام ويا غدا صار مستقبل. بس اذا اقول مثلا بس هيك ينجح محمد، هذا هنا الفعل دل على الحاضر والمستقبل. شنو اللي افتهمناه؟ اللي افتهمناه انه الفعل الماضي هو بزمن الماضي بس، بينما الفعل المضارع طلاب احذر
مرة يدل على المستقبل إذا ويا قرينة أو لفظة تدل على المستقبل، ومرة يدل على الحاضر إذا ويا قرينة أو لفظة تدل على الحاضر. وإذا ماكو ويا قرينة تدل على الحاضر ولا على المستقبل فهو يدل على الحاضر والمستقبل. فاللي دا أريد أفهمك إياه شنو؟ إنه إذا ما دخلت على الفعل المضارع، يعني إذا قلت ما ينجح محمد، فهنا ينجح دل عليه من؟ دل على الحاضر. يعني هاي الما من تدخل على الفعل المضارع بالمعنى تأثر تخلي الزمن مالته حاضر. افتهمت لو ما افتهمت؟ يعني هاي ما ينجح محمد يعني معناها الآن، معناها ما ينجح محمد الآن، هاي المعنى مالته. اوكي هسه افتهمت؟ اذا هسه افتهمنا انه الماء اثرها المعنوي اذا دخلت على الفعل الماضي تنفي حدوثه في الزمن الماضي، واذا دخلت على المضارع تنفي حدوثه في الزمن الحاضر او الحال. اوكي زين. يلا سؤال، ما نوع ما مبينا اثرها الاعرابي والمعنوي؟ الجواب راح اقول له ما نوعها اثرها الاعرابي اثرها المعنوي. صح لو مو صح هيك نحل؟ يلا. اولا قال تعالى ما جاءنا من بشير، اول شيء عندي ما جاءنا، هاي الما نافيه اجى وراها فعل ماض. اذا شنو نوع هاي الما؟ تقول لي استاذ نوعها نافيه غير عامله. حلو لو مو حلو؟ لان دخلت على فعل ماضي. زين شنو اثرها الاعرابي؟ اثرها الاعرابي قلنا لا اثر لها. شنو يعني لا اثرها؟ يعني ما تاثر على الفعل اللي وراها بالاعراب. زين قال لك ما اثرها المعنوي، يعني بالمعنى سوت ما دام هذا فعل ماضي تقول له نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي. زين. اثنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت لشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم مشيا على الوجه أو زحفا على الرأس. مشيا على الرأس أو قلبتني يمكن هذا. المهم والله ما طلعت شمس ولا غربت. هنا أنا وين عندي الماء؟ هاي اثنين عندي ما طلعت، نفس القضية. طلعت هذا فعل شنو؟ هذا فعل ماضي. إذا شنو نوع الماء؟ نافية غير عاملة. شنو أثرها الإعرابي؟ لا أثر لها. شنو أثرها المعنوي؟ نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي. زين. ثلاثة قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هسه هاي الماء وهاي اللي وراها الفعل، إذا ثلاثة راح أقول له شنو هو؟ ما أبرئ. أبرئ شنو هذا شباب؟ أبرئ هذا فعل مضارع، لأن يقبل شنو؟ يقبل سوف. أقدر أقول له سوف أبرئ، إذن هذا فعل مضارع. ما دام الماء دخلت على فعل مضارع إذن هي نوعها شنو؟ نافية غير عاملة. فسواء دخلت على فعل ماضي أو مضارع نوعها نافية غير عاملة. زين. شنو أثرها الإعرابي؟ لا أثر لها. زين. شنو أثرها المعنوي؟ تقول لي نفت حدوث الفعل في الزمن الحاضر. شنو يعني الحاضر؟ يعني الحال. ليش؟ لأن دخلت على الفعل المضارع فمعناها الآن. اكو مشكلة. زين. سؤال ثاني، ما الزمن الذي نفتهما؟ من يقول لك ما الزمن الذي نفتهما؟ يعني شلون يريد أثرها المعنوي. فأنت شوف، إذا دخلت على فعل ماضي قول له نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي. إذا دخلت على فعل مضارع قول له نفت حدوث الفعل في الزمن الحاضر. نجي هسه وما أقول أولا ما شعرت بالألم. هسه هاي الما شنو وراها فعل ماض. إذن شنو يا زمن نفت؟ تقول لي نفت حدوث الفعل في الزمن الماضي. بينما هنا قال تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. هاي الما نافية غير عاملة طبعا، وراها فعل شنو؟ هذا مضارع. ما دام وراها فعل مضارع شو تقول لي؟ تقول لي نفت حدوث الفعل في الزمن الحاضر. شنو يعني الحاضر؟ يعني الحال. اكو مشكلة؟ ان شاء الله ما اكو مشكلة. زين. هسه اريد انبهك على فد قضية.
انا نبهتك عليها قبل شويه، بس هسه هم راح انبهك عليها. ملاحظه، ما النافيه غير العامله هاي قبل شويه ندرس بيها. عندما تدخل على فعل مضارع فإنما تنفي حدوثه في الزمن الحاضر بدون قرينة تدل على الحال أو الحاضر، مثل الآن، قد، الساعة. مثل يش ما ينجح الكسول. هسه ممكن أنت ما فهمت، بس أريدك تنتبه علي، أريدك تنتبه علي. هسه أنت إيش عندك؟ الفعل المضارع. في اللغة العربية الفعل المضارع يجي بثلاث أشكال. شوف، ينجح محمد الآن، ينجح محمد غدا، ينجح محمد. الفعل المضارع طلاب لو يدل على الحاضر، لو يدل على المستقبل، لو يدل على الحاضر والمستقبل. شو وقت يدل على الحاضر الفعل المضارع؟ إذا ذكرنا ويا قرينة تدل على الحاضر. شنو يعني قرينة؟ قرينة يعني لفظة. فهذا الفعل المضارع ما دام ويا قرينة تدل على الحاضر، إذا هنا شنو هنا تقول لي دل على الحاضر، لأن ويا قرينة دلت على الحاضر. وإذا ويا قرينة تدل على المستقبل فهو هنا على من دل على المستقبل. وإذا ما ويا قرينة تحدد لي حاضر أو مستقبل فهو يدل على الحاضر والمستقبل. هاي خليها ببالك ودر بالك تنساها. واضح؟ فأنا جاي أعلمك هنا، جاي أعلمك إنه هاي الجملة ما ينجح الكسول. هاي الماء، هاي ما شنو؟ هاي نافية غير عاملة. وهذا شنو؟ هذا فعل مضارع، لأن دخلت على فعل مضارع سميناها نافية غير عاملة. هاي الفعل المضارع هنا شنو الزمن مالته؟ تقول لي الزمن مالته حاضر. ليش؟ لأن دخلت الماء عليه. فخليها ببالك إنه الماء تعتبر من قرائن الحاضر. يعني من شنو من قرائن الحاضر؟ يعني من الألفاظ التي تدل على الحاضر إذا دخلت عليه، من إذا دخلت على الفعل المضارع. فهاي ما ينجح الكسول، تدري شنو معناها؟ معناها يعني ما ينجح الكسول الآن. بس هنا ما يكتب الآن. تدري ليش ما يكتب الآن؟ يقول لي لأن هي الماء تدل على الحاضر، فأنت ماكو داعي تذكر له الآن، لأن هاي الماء تنفي حدوث الفعل في الزمن الحاضر بدون قرينة. شوف، بدون قرينة تدل على الحال. يعني ماكو داعي يذكر لي الآن أو قد أو الساعة، لأن هاي الآن، هاي الألفاظ الآن أو قد أو الساعة، هذن إذا ذكرهم ويا الفعل المضارع يخلن الزمن مالته حاضر. كرار بس، شوف الكاميرا خاف خلاص الوقت ما يدري كرار، كرار بس الكاميرا خاف تفصل. اوكي تمام. زين، بس اريدك تركز وياي. هاي الماء من تدخل على الفعل المضارع تنفي حدوث الفعل في الزمن الحاضر بدون قرينه، يعني ما تحتاج قرينه حاضر. افتهمت علي؟ شنو قرينه؟ يعني لفظه تدل على زمن. لاحظ هنا سؤال، يلا ناخذ اسئله. صحح الخطا. ما اساعدك الان، عندك ما دخلت على فعل مضارع، اذا هاي ما نافيه غير عامله. ما نافيه غير العامله من تدخل على الفعل المضارع تخلي الزمن مالته حاضر بدون قرينه، يعني ما تحتاج قرينه، يعني هاي لازم نحذفها القرينه. فشو تقول له؟ تقول له ما اساعدك وتحذف الان. ليش؟ بابا مو قلت لك هي الماء من تدخل على الفعل المضارع تخلي الزمن مالته حاضر، ما يحتاج نضيف كلمه تدل على الحاضر. فخليها ببالك، الماء ما تحتاج قرينه وياها، فلازم تحذف القرينه مالتها. زين، السؤال الثاني، انفي الجمله باداه نفي مناسبه. يستمع الى النصيحه الان. هسه هذا يستمع فعل مضارع عليه من دال؟ دال على الحاضر. يعني شنو الحاضر؟ يعني الحال. ليش؟ لان عندك قرينه. بيش تنفي؟ تنفي بما. فشو تقول له الجواب؟ تقول له ما يستمع الى النصيحه وتحذف الان. الخلاصه من تدخل ما على الفعل المضارع يا اخي شيل القرينه اللي تدل على الحاضر. لاحظ هنا شو يقول لك السؤال الثالث، انفي الحال. من يقول لك انفي الحال معناها لازم تدخل ما على فعل مضارع. هاي نقطه راس السطر. الجمله شنو يقول لي؟ يشارك محمد الان في المسابقه. ايش راح اقول له الجواب؟ اقول له ما يشارك محمد في المسابقه. ايش سوت لي الان؟ حذفتها. ليش؟ لان الما تتعارض ويا الان.
هاي هنا نفيت الحال انا، يعني نفيت الحاضر. زين، هذا السؤال اجى بالوزاره طبعا ب 2022. شوف هذا اجى وزاري 2022، طلاب هذا اجى للسادس، سادس اعدادي. هسه طالب يقول لي وانا صف خامس مو سادس اعدادي، يا قلبي مو هذا الموضوع نفسيته بالسادس سجل. اسمع ايش قال له. قال له اثبت الجمله المنفيه. تعرف شنو يعني اثبت؟ يعني احذف النفي. قال الشاعر: وما ينفع السيف الصقيل ولا القنا إن كان في كف تخور وترجف. السيف الصقيل يعني السيف المحدود حيل، القنا يعني الرماح. يقول السيف المحدود حيل والرماح ما تنفع إذا كانت بإيد رشيكة وإيد ترجف. هذا معنى البيت الشعري. قال له اثبت الجملة المنفية. شنو يعني اثبت الجملة المنفية؟ يعني احذف النفي. وما ينفع السيف الصقيل، هاي الماء شنو نوعها؟ هاي الماء نوعها نافية غير عاملة. ليش؟ لأن دخلت على فعل مضارع. هو ايش قال لي هنا؟ قال لي احذف النفي. خليها ببالك، إذا ما كانت داخلة على فعل مضارع من تحذف الماء لازم تضيف كلمة الآن. فشنو الجواب حنقول له؟ نقول له ينفع الآن السيف الصقيل. لا تفهم علي؟ ايش قلت له؟ ينفع الآن السيف. خليت له كلمة الآن. ليش؟ شوف هنا الفعل دال عليه من؟ على الحاضر، لأن ما موجودة، لأن ما موجودة وياه فهو دال على الحاضر. إذا ما إذا بس تحذف لي هيك، بس تحذف لي الماء، هنا الفعل صار يدل على الحاضر والمستقبل. فأنا من أخلي إلى الآن صار يدل على الحاضر، يعني فبقى الزمن مالته هنا أنا حاضر وهنا أنا حاضر. هاي خاف طالب يقول أستاذ ليش ضفت ما؟ ليش ضفت الآن؟ فهسه خلينا نحفظها على الغير. عندك فعل مضارع تريد تنفيه بما، من تخلي الماء لازم تشيل الآن. زين، إذا تريد تثبت الجملة يعني تشيل النفي، إذا تشيل الماء لازم ترجع الآن. نقطة لا سطر. يعني هسه مثلا ينجح الآن، تريد تنفيها شو تصير؟ ما ينجح. نفي. تريد تثبتها شو تقول له؟ تقول له ينجح الآن. هنا أنا حاضر لأن هاي دلت على الحاضر، وهنا هاي حاضر لأن هاي دلت على الحاضر. ايش قد صار الوقت كرار؟ ايش قد صار الوقت؟ 22 23. تمام. طلابي الاعزاء، لهنا نكون انتهينا من هاي المحاضره. ان شاء الله بالمحاضرات اللي بعدها راح نكمل الشرح والتفصيل. دمتم في حفظ الله وامنه.